صباح الخير. وطبعا الساعة زي ما انتم شايفين كده، وانا اصلا ما نمتش ماشي، ومش عارفه بصراحه اكمل بقيه اليوم ازاي، بس مش مشكله. يلا بينا نبدا فلوج النهارده. اول حاجه انا قررت اعملها ان انا هبدا اعمل اكل لنفسي، بس اكل صحي شويه علشان انا تعبانه ومش عايزه اكل اي حاجه مش صحيه. اول حاجه انا هعملها، انا هجيب الكوسيه دي وهقطعها يعني وهسلقها. بصوا انا قطعتها دلوقتي وهحط عليها ميه نضيفه من الفلتر. بص انا دلوقتي هدخل اخد دش سريع لاني انا مش فايقه خالص، فمش هعرف افضل كده طول اليوم، فاخد دش حتى كده عشان افوق. تمام. احط البودي سبلاش والمرطب ماشي، وكده كده باقي الحاجه بقى جوه في الحمام. بدات بقى هنا اقطع السلطه ماشي، وهعمل بسرعه بقى عشان عايزه امشي من هنا على الساعه 7:15 كده، علشان الامتحان هيبدا 7. انا دلوقتي لبست بس ما صورتش عشان ما اتاخرش يعني. هلبس بقى الشراب كده. انا خلصت ولبست الطرحه كمان، فاضل بس الكوتش. جهزت مقلمتي كمان، وكده اكون جهزت اكلي. كده انا جهزت. يا رب كده طول اليوم. هنا بقى كانت حصة فاضية، فطلعت السباحة وقعدت اسبح شوية، قرأت اذكار الصباح لاني ما كنتش وانا في البيت لاني ملحقتش. روحت بقى من المدرسة ودخلت اتوضيت عشان اصلي صلاة الضحى ماشي، وكان لسه فاضل يعني شوية على الظهر. انا حاليا خلصت ترويق تمام الأوضة والشقة عامة يعني. تمام. وهرش بقى البودي بلاش ده في الأوضة كده وبره. بصوا يا جماعة، البودي بلاش ده انا مبقتش استخدمه، انا حرفيا يعني ما انا مخلصاه بس كده شوية ان انا برش بيه في الأوضة بس مش اكتر.
التشبيه، سر جمال التشبيه. اول حاجة خلينا نعملهم كده، نجيبهم كده. تشخيص واحد، تشخيص 2، تجسيد، تجسيم او تجسيد 3، توضيح. علم البديع، علم البديع. قسم إلى محسنات أولا. جبت الشراب عشان البسه عشان الساعة اتأخرنا قوي. واخيرا جهزت، يلا بينا بقى. يلا بقى خلاص، يلا بقى. هبعتهم عشان امسحهم عشان المساحه. انا مش لا ده احنا متصورين اصلا كمية صور يعني مش هيأثروا قوي. انا لسه فوق يا بنتي. ندى نزلت اخيرا، يلا بقى نمشي. باي باي بصي لما تمشي مع شله المجانين. نحن هنا امشوا بقى هادين بقى. في موبايل ابقى مع مريم سلام. يا مريم يا حراميه صدقوا يعني انا لا بس الموبايل الصراحه احنا بنحب نظهر، احنا ما عندناش حاجه مستخبيه في حياتنا، بنحب نظهر كل حاجه منك عشان كان موبايل. ايوه بقى وخد بقى الشوكة. روحت يا جماعه لقيت ماما عامله كوسه بالبشاميل، فقعدت كلت بصراحه ما قدرتش اقاومها. وبس ده كان فلوج النهارده. يا رب يكون الفلوج عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. امنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.